ايه اللي حصل معاك في المدرسة؟ انا كنت بحب واحده صاحبتي اسمها بسنت، وكنت بحب فهي خانتني، راحت واحد صاحبي اسمه ياسين. يعني بسنت كانت بتحبك انت وخانتك وراحت لياسين، ايوه. وانت زعلان ليه بقى؟ زعلانه عشان هي كانت بتحبني وخانتني وراحت لياسين. خانتك وراحت لياسين؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ يعني هي حبت ياسين ليه؟ عشان ياسين لعب في دماغها وعمل البحر طحينه ولعب في دماغها. لعب في دماغه وعمل لها البحر طحينه؟ ايوه. طب وانت زعلان بقى من ياسين ولا من حبيبتك؟ عشان هي خانتني وراحت لياسين وانا كنت بحبها. وياسين ده بلطجي وعنده كوره وعنده الفاير، فانا بنسى اقول لها عشان تتعدي وراحت المستشفى وتموت. يا نهار ابيض، حبيبتك هتسيبها تموت؟ ايوه. ليه؟ عشان هي خانتني. ماما هتهزر. اهزر ايه؟ بس انت بتتصل بيك عشان انت ما رحتش الدرس والتليفون اهو. ماما عامل عليا حوار. عامل عليك حوار ايه؟ التليفون اهو، شوف اهو. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. هي عرفت رقمك منين؟ انت عرفت رقمي منين؟ انت عرفت رقمي منين؟ نعرفه صاحبي؟ بسنت بس كنت تعبان. انت عرفت رقمي منين؟ نعرفه صاحبي؟ ماشي. بس كنت تعبان. بس الله يسلمك. بتحبك، بتطمن عليك، يعني شكلها بتحبك. نعم يا بسنت. بتقولك عاطف ايه؟ اللي بس ياسين يجيب شيبسيات وشوكولاتات وانا مش بجيبها. ده ياسين ده عنده امراض كتير، كل الاعراض بتاعت الامراض. ده ياسين هيلطشك اول ما انت تتجوزيه. ده ياسين هيلطشك، ده عنده كل الامراض. ياسين هيلطشك. انا هديك فلوس كتير تجيب لها حاجات كتير. هي بتقولك ايه؟ تقول لي ما هو بيجيب لي حاجات كتير. انا هديك فلوس كتير تجيب لها حاجات كتير. ده انا اللي هجيب لك حاجات كتير. ياسين هيعديها. ياسين هيعديكي. بابا دي مي اختي يا بابا. مي اختك ايه؟ مش عماله تضحك عليك اهي يا بسنت وتقول لك ياسين بتجيب لي. مي اختي. دي مي اختي. مي اختك؟ انت عرفك ان مي اختك نايمه؟ وقسما بالله يا بابا نخلي مي ايامها كلها مراره يا بابا. هتخلي مين مع ياسين؟ يا جماعه ضرب محمد وكسر له اسنانه. طبعا اتصل عليا المستر عشان الحق ابني العاشق الولهان. العاشق الولهان جه. يا رب بقى، بس ياسين ضربه ليه؟ اركب يا احمد، اركب يا حبيبي، اركب. ياسين ضربك ليه وكسر لك سنانك؟ لازم احكي لك. حاضر. طيب حاضر، انا صابر. يلا احكي لي قبل ما امشي، ياسين ضربك ليه وكسر لك سنانك؟ انت عملت ايه؟ حاضر احكي لك. حاضر. طيب خلينا نقعد طول النهار. انا صابر اهو. حاضر يا رومانسي يا حبيبي. يلا. ياسين ضربك ليه وكسر لك سنانك؟ حاضر احكي لك. طب يلا احكي لي، هنقعد طول النهار في الشارع. يلا احكي لي، ياسين ضربك ليه؟ جيب لي بس حاجه اشرب عشان بس مخنوق. اجيب لك حاجه اشربها عشان مخنوق؟ ايوه. ولا انا اللي مخنوق عشان انت اتضربت وسنانك اتكسرت واتعورت؟ ياسين عمل ايه؟ هبقى اجيب لك واحنا ماشيين في الطريق اللي انت عايزه، والبيت فيه كل حاجه. يلا احكي لي. انا كنت جايب لي بس انت حاجات ماشي. وياسين كان جايب لها حاجات. فبسنت مش اللي بتاخد من ياسين حاجات اللي حاجه واحده خدتها منه. يعني انت كنت جايب حاجات كتير لبسنت خدتها وخدت من ياسين حاجه واحده. ايوه. طيب يلا. وايه اللي ياسين ضربك ليه بقى؟ فياسين بقى اداني فوق اللي انا سلطتها، حمديه في الفوكس في اسناني. اداك في الفوكس في اسنانك؟ ايوه. واسنانك اتكسرت وجابت دم. ايوه. فانا بقى كسفت واتحركت عشان
يعني انت اتكسفت ان انت جبت دم قدام بسنت. ايوه. ماشي، ربنا يبارك في بسنت اللي هتولع علينا في البلد دي. ماشي يا حبيبي. بابا روح القسم يا بابا، قولي للشرطه ياسين اتعدى على ابني. اروح للشرطه اقول لهم ياسين اتعدى على ابني؟ ايوه. عشان الشرطه يقولوا عليا مجنون وابنه مجنون نروح نشتكي طفل؟ بابا وياسين ده طفل، ده ياسين ده بلطجي، ده ياسين ده بلطجي، ياسين ده عمره ما يبقى طفل، ده ياسين بلطجي. ما هو عنده 6 سنين زيك وزميلك، يعني طفل. الشرطه مش هتصدق كلامنا. وانت قلت لي مش تتخانق مع حد في الدرس ولا تعمل اي مشاكل في الدرس، فانا بقى سمعت كلامك عشان خاطرك. وياسين ده بلطجي عمره ما يبقى طفل وبيضرب العيال. عموما انا هريحك من ياسين ومن بسنت، هنقلك في اماكن تانية خالص بعيد عن ياسين وبسنت خالص. بابا ارجوك. ارجوك ايه؟ هتعمل كده خالص. مش بسنت هي السبب وهي وقعتكم في بعض؟ مش بسنت يعتبر السبب؟ بسنت مش لها ذنب خالص. مش لها ذنب خالص؟ أيوة. هنقلك ولا هتشوف بسنت ولا هتشوف ياسين تاني. لا. عامل نفسك بتذاكر صح؟ محمد انا بذاكر. بتعض مي واحمد ليه وبتضربه؟ خنقوني ويفضلوا يقولوا بسنت وانا كده ضربتهم وعديتهم. وبتضربهم وتعضهم ليه؟ عشان بسنت واحنا نعرف بسنت؟ هي بسنت دي قريبتنا؟ تضرب اخواتك عشان بسنت؟ زي ما ضربت اخواتك تضرب بسنت لما تتجوزها. بابا وانا اضرب مراتي؟ تضرب مراتك؟ وانا اضرب مراتي وعضها؟ امال ضربت ليه اخواتك مي واحمد وعضتهم؟ كان يوم اسود لما عرفت بسنت. كان يوم اسود؟ ايوه. تضرب بسنت زي ما ضربت اخواتك وتعضها عضه كبيره. خلاص سكت واخواتك تعضهم. اقعد هنا. رايح فين؟ رايح فين؟ انا وراك والله ما هسيبك، حلفت بالله اهو. ماشي. بص لي هنا. انت بتعض اخواتك ليه؟ كل شويه يقولوا لي بسنت وخنقوني جامد. تعض بسنت في المدرسه يا اما تعضها لما تتجوزها وتضربها علقه كبيره كبيره كبيره. خلاص زي ما ضربت اخواتك. كان يوم لما عرفت بسنت نقطع علاقتي بيها. هتقطع علاقتك بيها؟ ايوه. مش هتكلمها تاني؟ رد. مش هتكلمها تاني خالص ولا تشوفها؟ لا. لا؟ ايوه. انا يا جماعه طبعا المستر قال لمحمد ياسين اتقبض عليه، وياسين اصلا ما جاش الدرس النهارده، شكله تعبان او حاجه، فمحمد بقى فرحان جدا، فانا قلت اصور لكم ايه نشوف رد فعل محمد. اركب يا بابا، اركب يا احمد، اركب يا بابا يلا. ها ايه بقى؟ مستر وليد والطلبه كلهم قلت له ياسين ليه مش جاي الدرس النهارده؟ قالوا لي عشان الشرطه قبضت عليه. حمد الله اشكرك يا رب. ثواني استنى، الشرطه قبضت على مين؟ ياسين. قبضوا على ياسين ليه؟ ده كان بيبهدلني. قبضوا عليه ليه بقى؟ مش الشرطه يا بابا بتقبض على البلطجيين. على اساس ان ياسين بلطجي؟ ايوه. يا نهار ابيض، هيعملوا فيه ايه؟ هيشنقوه. الشرطه دلوقتي في خيمه الشعب. حمدك واشكرك. الشرطه في خيمه الشعب؟ ايوه. واول ما دخلت الدرس لقيت بسنت كده اموره وعسوله. حمدك واشكرك يا رب. بسنت اموره وعسوله وياسين اتقبض عليه؟ ايوه الحمد لله وشكر الله ليك. الحمد لله. عقبال ما يقبضوا على بسنت بقى كمان ونخلص. بابا ارجوك ارحمني. امال انت بتقول ليه ياسين يتقبض عليه؟ مش حرام عليك؟ ما ياسين ده كان بيبهدلني بلطجي. بلطجي؟ ان شاء الله هبلغ الشرطه يقبضوا على بسنت ونخلص من الاثنين. بابا